السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جمعة سعيدة عليكم يا ربي، ويدوم عليكم السعادة والهنا، ويومكم سعيد، يومكم سعيد وجميل، وجمعة طيبة عليكم يا رب العالمين. النهاردة حبايب قلبي هنعمل روتين خفيف كده، روتين مميز، روتين جميل. هنعمل النهاردة ايه يا حبايبي؟ هنعمل محشي والبط. تعالوا بقى معايا عشان اقول لكم على التكات والحركات والحاجات الجميلة اللي بتخلي يطلع معاكي المحشي تحفة، وطريقته جميلة وسهلة وبسيطة جدا جدا جدا، ويطلع معاكي بصوا ملبن كده، ملبن. والفراخ بقى والبط بقى، بط يا جماعة، محشي وبط النهاردة الجمعة، يعني محشي وبط. البط بتاع صافي اللي انا مربياه، البط الحلو ده اللي انت مربيه على ايدك كده، حاجه كده ايه، عسل. اذبحي البطه من هنا وتحطها في الحله من هنا، ولا فريزر ولا اي حاجه خالص، تاكلي منها بقى ايه، قمر طعامه يعني طعم ما اقولكيش على الطعم والجمال بقى. في ريح المحشي بقى، والمحشي كرنب او محشي بتنجان تشكيله، اوعى وشك بقى. هو ده اليوم السعيد اللي احنا بنحبه، يوم الجمعه ده، غير ايام الاسبوع. يعني احنا بنعمل في ايام الاسبوع كلها لحمه وحاجات، بس يوم الجمعه ده يوم مفضل عندنا، فيه لا اما لحمه ومحشي، لحمه واي حاجه تانية. هو لازم ايه عندنا يوم الجمعه ده مخصص كده، يعني لازم من اللحمه والفراخ، مكرونه بشاميل، محشي، كسكسي، الحاجات الجميله كلها ليوم الجمعه. يوم الجمعه يومكم سعيد يا ربي، وجمعه سعيده عليكم النهارده يا حبايب قلبي، يا حلوين يا طعمين يا سلام. يا رب تدانكم دايما منورين، وجعل ايامكم كلها سعاده وهنا. نبدا الفيديو بتاعنا بالصلاه على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. النهارده يا حبايبي يا حلوين، نزلت قمت صحيت بدري كده، بدري كده، عشان النهارده الجمعه. النهارده الجمعه، انا بنتي بنام بقوم متاخره، بس النهارده الجمعه بقوم بدري علشان الغدا وكده. يعني يوم الجمعه لازم يطلعوا من الجامع ان شاء الله يلاقوا الصينيه ايه، جاهزه. المهم نزلت بقى جبت بطتين حلوين كده، ذكر وبطه كده من تحت، من اللي انا مربياهم اللي انت شفتهم معايا، وذبحتهم، وبالليمون بقى والملح والحاجات الجميله كده، نقعتهم بتاع ساعه او ساعتين معايا، وسبتهم بقى كده ايه منقوعين معايا كده. شايفين ميتهم عامله ازاي؟ خدتهم بقى دلوقتي على تحت الحنفيه، غسلتهم وكبيت الميه من عليهم وخليتهم زي الفل كده معايا، وكده مش عاد ناقصهم حاجه خالص غيرهم ينحطوا على النار. طيب يلا بقى نحط البطه كده على النار ونعمل الغدا بقى بتاعنا. يلا نبدا في الغدا بتاعنا يا حبايبي. اتفاجئت بقى يا حبايبي ان ايه، هقول لكم اتفاجئت بايه. انا كده بس الاول ايه، جهزت الرز بتاع الحشو، وبصله ناعمه كده معايا، والبهارات بتاعتي فلفل اسمر، ورق لورا، 7 بهارات، الحاجات الجميله اللي احنا بنحطها. كل واحد يحط البهارات اللي عنده، انت كل واحد بيحب البهارات، في بهارات انت بتحبيها، في بهارات انا ما بحبهاش. المهم انا عندي ورق لورا، عندي فلفل اسمر، عندي كمون. انا ما بحطش كمون على الحشو بتاع البط ولا الشوربه. الشوربه ما بتحطش عليها كمون، البصل بتحط عليه كمون. انا بحط بس فلفل اسمر، ورق لورا، 7 بهارات كده ايه في الحشو بتاعي بتاع البط بتاعتي. غسلت الرز بتاعها وجهزته تمام. هفرك بقى الحشو كده لحد ما يبقى ايه، البصله كده تاخد من ايه، تاخد من البهارات كده، تخليها طعمه جميله. هقول لكم بقى اتفاجئت بايه دلوقتي. اتفاجئت بايه يا حبايبي؟ ان ابني حبيب قلبي راح عند تيتا ويتغدى هناك، خاله خده كده، واحد فلت مننا تمام. وابو الغالي حبيب قلبي، ابو الغالي جوزي، نزل اتعزم عندنا سايبه. بعد انا ما جهزت البط بتاعي وعايزه اعمل 2، هرجع اعمل واحده بس، علشان كفايه بقى علي انا وكريم، مفيش إلا غير انا وكريم وبس في البيت. انا قلت اركب واروح اتغدى عند امي النهارده ونوفر البط ونوفر الحاجات دي كلها. رجعت قلت تاني لا بقى، احنا بقى مش كل ما يعزموهم هنروح احنا نتغدى هناك. الحاجه ربنا يخليها ويبارك فيها يا رب، قالت لي تعالي اتغدي معانا النهارده، واتصلت وقالت حاجات كتير قوي، تعالي تعالي تعالي. قلت لا بقى، انا هعمل النهارده الغدا، لان الجمعه اللي فاتت اتغديت عندكم، مش كل جمعة بقى. وانا عملت البط وعملت كل حاجة وجهزت الاكل كله ومجهزة المحشيات والحاجات. نزلت السوق جبت باذنجان وجبت حاجات جميلة كده، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. كده انا هحشي البطة بتاعتي كده حشية حلوة خالص، اخليها كده معايا محشية بالبهارات، بالرز بتاعي المغسول الجميل ده، واحشيها، بس مش هحشيها قوي يعني ايه، تتحشي كده ايه، لازم يكون مهوية شوية عشان لما الرز يستوي فيها تطلع معاكي تحفة وجميلة، وطعم ورز مستوي على الآخر، وتبقى تحفة معاكي وجميلة.
تمام. تمام يا حلوين. شايفين بعمل رجلها ازاي؟ بدخل رجلي كده وبدخل رجلي التانية عكسها، علشان ايه؟ عشان تجمد كده وتبقى مقفولة وشكلها يبقى حلو لما تطلعها من الحلة كده بعد ما تستوي معانا. قلت اوطي من الجناح كده، قلت لا اخليها عشان احط فيها الرقبة كده، والبطة تكون مظبوط حلة كده، وتنزل في الحلة ايه متربعة كده وجميلة وبنت ناس يعني عندها اصل. المهم بقى ايه يا جماعة، تعالوا بقى على الزور الحلو ده، انا بقطعه من فوق من الرقبة. دي بقى الحمامة الكدابة بتاعت ايه الأستاذ كريم، بيحبها يا جماعة ما أقولكوش يا بنات بقى أحبها ازاي. بحمرها كده وبتبقى متحمرة ومحشية كده، بتطلع من التحميرة، ياكلها أكل كده في بعضها كده، بتبقى جميلة أوي. ومع شاش طاووس كده هنا، شاش طاووق هقطع منها وأقفلها بيها. شايفين بخيطها كده زي بالإبرة كده معايا، بخيطها كده بالشيش طاووق كده، بتبقى مقفولة وما بتتفتحش ولا بتنزل رز ولا أي حاجة. تعالوا بقى معايا هنا على الحلة بتاعتي. عندي حلة، الحلة بتاعتي على النار هنا، المية كده فارت فيها، غلت. هنزل فيها بالبصل والورق الرورة وحبهان والبهارات بتاعتي كلها بقى، وملح وفلفل أسمر، ومعلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الأسمر، والبهارات بتاعتي كلها كده بنزل بيها مع ايه، مع في الشوربة بتاعتي الأول قبل ما انزل بالبطة بتاعتي. كل حاجة تاخد في بعضها كده الأول ايه على مهلها. بعدين يا حبايبي نزلت بالبطة بتاعتي كده في الشوربة، وخلاص كده انا هقفل عليها بقى الحلة بتاعتها، تاخد وتدي كده بشكل ودي مع نفسها كده. وده الزور معايا يا حبايبي يا حلوين، اللي كنت تعرفوا عندكم ولا ما تعرفوش، بس ده الحمام الكدابة بتاعتي كريم اللي بعشقها. وسبت الحله بقى بتاعتي كده تاخد وتدي كده مع نفسها بشكل ودي كده، براحتك يا حبيبتي تدلعي كده يا حبيبتي. تمام. نزلت بقى جبت بتنجان للحشي. شايفين بتنجان جميل ازاي؟ البتنجان ده يا حبايبي جبته ب5 جنيه، ب5 جنيه بتنجان الحشي الجميل ده. بصراحة هو سعره حلو خالص، مش غالي ولا حاجة. انا بحب لما اجيب بحشي البتنجان بحب اجيبه صابح كده وصغنن كده وحلو كده، بيبقى مسكر معاكي وجميل ومش عاوز اي حاجة يعني، يطلع معاكي إيه تحبي تاكلي محشي بقى من البتنجان الصبح الحلو ده. شايفين يا جمال يا جمال البتنجان بتاعي جاي من الشجرة دلوقتي، الأرض والخير يا جماعة، كل حاجة خير وفي خير والله العظيم يعني. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الأرض بيطلع منها الزرع الجميل جدا والخير كتير والحمد لله، وبنحمد ربنا على كل حاجة، ولا عندي حاجة غالية ولا عندي حاجة رخيصة. كله كلام فاضي ان الحاجة دي غالية والحاجة دي رخيصة يا ستي، الحمد لله على ان احنا في نعمة والله، نحمد ربنا عليها كل وقت وكل لحظة وكل دقيقة. معايا هنا الكوسة ب20 يا حبايبي، ب20 جنيه. انا محدش في البيت بياكل كوسة خالص، انا اللي بياكل الكوسة دي لوحدي. اللي عاوز ياكل معايا كوسه يجي يتفضل منكم، انا عازماكم، اللي عايز ياكل كوسه معايا يجي يتفضل ياكل كوسه معايا. وعندي هنا بقى جبت جرجير وجبت خضره محشي وجبت جرجير، قلت ايه معموله على السلطه. بحطه في التلاجة في كيس كده بيبقى حلو خالص، بيفضل معايا طول الاسبوع. صحي وجميل كده وحلو. وعندي كده فلفل، تشكيله فلفل وبتنجان وكوسه وكده يعني ايه، تشكيله محشي كده. واي حد يدخل عندي يلاقي الخير والبيت مليان الحمد لله والله العظيم، عندي كل حاجة. ولا عمري استغليت حاجة، ولا عمري قلت حاجة غالية ولا حاجة رخيصة، ولا عمري الواحد بقى يقعد يقول ده حاجة غالية ولا حاجة رخيصة والكلام ده كله. ما في مش في دماغي، لان الحمد لله على نعمة الصحة ونعمة ان اولادي بخير وبسلامة. عندي لما يكون اولادي بخير وبصحة وسلامة بالدنيا وما فيها، ان احنا نكون في اتم الصحة والعافية والحمد لله على كل حاجة. كده انا قورت معاكم الكوسه يا حبايبي البتنجان، وقورت الكوسه وغسلتهم غسل حلو خالص كده. شايفين بيلمع ازاي من الغسيل؟ شايفين القمر ده؟ انا بعشق الكوسه المحشيه دي جميله، وبالذات كده ما تكون مع البتنجان والفلفل كده مع بعضها، بتدي سكره كده كلها لبعضها كده، بتبقى طعمها جميل جميل كده اما تبقى كلها كده مع بعضها. بحبش اعمل الكوسه لوحديها والبتنجان لوحده، كل حاجه تتعامل مع بعضها. عندي هنا رز كده، كيلو وربع رز، كيلو وربع بس رز اللي انا عملته. والصلصه بتاعتي انتوا عارفين بنعمل الصلصه ازاي،
انا عملت الصلصه، قلت بلاش عشان مش هطول عليكم الفيديو قوي لان الفيديو طويل. عملت الصلصه وجهزتها، على ما قورت كانت الصلصه اتعملت على النار في ريح ايه حله اللحم. تمام تمام يا حلوين. اللهم صل على حضرة جمال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على الرسول يا حبايبي، وحدوا الله وصلوا على الرسول كده. الله يسعد أيامكم يا ربي، ويسعد أوقاتكم كلها. ويا ريت ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل فيديوهات صوفي. انا ببقى احط بصله كده نيه كده بقطعها كده، انتوا عارفين انا بقطع بصله صغننه كده ناعمه واحطها على الايه على المحشي بتاعي، بتديله طعم وبتديله سكره وحاجه حلوه خالص. لكن انا عندي رز فايض من الحشو، الرز بيبقى عليه البصله بتاعتي دي اللي ببقى عاملاها عليه. قلت خلاص دي تسد مكان دي. حطيت فلفل اسمر بقى، وحطيت كمون، وحطيت حبه بتاع 7 بهارات، وحطيت شويه من الزيت، ضفتهم على الرز. وعملت كل حاجه كده، والخضره وكله كله كله كده. وهنبدا نحشي مع بعض كده، والملح بتاعنا مظبوط وكل حاجه مظبوطه. نبدا نحشي بقى مع بعض. هنحشي كميه المحشي دي كلها، الفلفل بتنجان كله كله، واحد واقف كده واحنا واقفين بسرعه بسرعه بسرعه. نحشيها بقى. مش هنقعد بقى نتربى علشان ايه، انت قلت لكم ايه النهارده الجمعه يا حبايبي. النهارده الجمعه مفيش داعي ان احنا نتربع ونقعد ونغني رموع على المحشي واحنا بنحشي. لازم ايه سريع 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 كده، علشان ايه عشان ابو الغالي ما يجيش من الجامع يقول فين الغدا اللي انت عملتيه. المهم قعدت بقى وحشيت المحشي كله كده مع البهارات الجميلة دي. والحمد لله على نعمة الصحة يا جماعة، ومحدش يقدر يقول كل حاجة غالية غالية غالية. الحمد لله. قولوا الحمد لله ان احنا احسن من غيرنا، والحمد لله. وربنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يسترها مع كل واحد، ويوفقه في عمله، ويرزق كل واحد برزقه. والناس كلها تكون في صحة وعافية يا رب العالمين. ربنا يرزقكم ويسعدكم ويسعد أيامكم كلها يا حبايبي. حبايبي بتوعت المغرب. أنا البقاء لله في الناس اللي توفت. وربنا يا رب يشفي كل مريض وكل مجروح يا رب العالمين. حبايبي واخواتي واصحابي بتوعت المغرب، والله أعز الأحباب وأعز الأخوات بتوعت المغرب، حبايب قلبي كلهم، حبايبي كلهم اخواتي ليا فيهم حبايب كتير قوي. ربنا يرحم متوفيهم يا رب العالمين، ويسعد أيامهم، ويجعل أيامهم هنا وسعادة، ويشفي كل مرضاهم، ويسترها معاهم يا ربي ويا ربي يا رب العالمين. أنا والله زعلانة جدا جدا على اللي حصل عندهم. ربنا يصبرهم ويصبر كل يا ربي من بلي، ويصبر كل من فرق حبيب لي يا رب العالمين. واسمع عليهم كل خير وسعادة يا رب العالمين. حبايبي سلامي ليكم بتوعت المغرب، حبايب قلبي واخواتي واصحابي الغاليين على قلبي. بحبكم جدا 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 في الله يا حبايبي يا اخواتي، يا اغلى الناس على قلبي انتوا. ربنا يحفظكم ويحفظ اراضيكم يا ربي، ويحفظ كل حبايبنا، ويحفظ كل اخواتنا في جميع الدول العربية وفي مصر، ويحفظنا جميعا يا رب العالمين. بسأل الله عز وجل يحفظنا ويحفظ اولادنا من كل شر يا رب العالمين. حبايبي يومكم سعيد النهارده. كل المهتكات المحشي وحركات المحشي قلتها معاكم. الحاجات الحلوة اللي بتتعمل. أكل الجمعة ده بيبقى يوم حلو قوي، يجعلها جمعة سعيدة علينا وعلى أولادنا وعلى أمة محمد كلها يا رب في كل مكان. ربنا يسعد أيامكم ويسعد كل أوقاتكم حبايب قلبي يا رب العالمين. يا ريت تحطوا لي لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من يوميات صافي. اللي يحب صافي يا جماعة يعمل لنا لايك. اعملوا لايك يا جدعان، اعملوا لايك يا بناتي يا حلوين يا تعملين يا قمرات انتوا. وكده البطة بتاعتنا استوت كده وطلعت خلاص من الحلة. بص انا بحب اسوي البط حلو خالص. عندي بقى حاجه هقول لكم عليها هيت معايا. انا بحمر البتنجان يا جماعه بعد ما احشيه بحمره، بس النور هنا قطع عليا بقى، وكنت قاعده في النور والنور قاطع. عملها فيا وانا بصور الفيديو، والدنيا كانت حر والنور قاطع والدنيا ايه. المقطع بتاع التحمير البتنجان ده مجاش معاكم. انا بديله ايه تحميره بسيطه خالص خالص في الزيت، حمرته كده تشويحه بس. ورصيته في الحله كده بيطلع بقى لامع وجميل زي ما شفتوا كده في الفيديو. طعمه خرافه. تاكلي محشي بقى وانت مغمضه، اما تديله التحميره الحلوه دي تاكلي محشي حلو. الشوربه عندي كده مظبوطه مية مية، وحطيت عليها الطماطم اللي كانت الصلصه اللي فاضت من المحشي، حطيتها عليها الشوربه وغليتها مع بعضيها كده، اديتها فرن مع بعضيها واديتها ايه على المحشي. وكده المحشي بتاعنا خلاص كده يا جماعه بقى زي الفل واستوى كده معانا.
دايب وجميل وسايح ونايح كده حاجة ايه. بصوا، بصوا الجمال، بصوا بقى، بصوا بقى. ايوه كده، ايه بتصفي الجمال ده، وربنا عسل. لايك يا حبايبي، لايك يا جدعان. بتاع الجيلاتي عمال يزمر بره اهو، بتاع البتاع اللي بيقولوا العيال الصغيرين ده اسمه ايه، السكر ده. وهنا بقى معانا المحشي بتاعنا الجميل. كده المحشي بتاعنا خلاص، والبطه بتاعتنا الجميله سايحه ونايحه، وعايزه الاكيل اللي ياكله كده بقى. والمحشي سايح ونايح وبيبظ ولظ، وعاوز البيت صافي تنزل فيه يا جماعه. بصوا على الجمال. اللهم صل على النبي، يا صلاه النبي احسن. صلوا على النبي يا جدعان، صلوا على النبي يا حبايبي. ربنا يوسع ارزاقكم يا رب، ويرزقكم ويسعدكم من اوسع الابواب. يوسع ارزاقكم وارزاقنا وارزاق اولادكم واولادنا، ويحمي أولادكم وأولادنا، ويجعل يوم سعيد علينا وعلى أمة محمد كلها يا رب العالمين. يوم الجمعة بقى هنكبر السفرة دي وهنوسعها شوية، ولسه هنرص كمان طبقين كده ولا حاجة كمان، ونحطه على السفرة بقى ونتغدى. احنا بنوريكم بس ايه المحشي بتاعنا والبطة الجميلة بتاعتنا. وكده احنا نتغدى بقى. تعالوا اتغدوا معانا بقى. يومكم سعيد حبايبي، نورتوني. لايك بقى